عليكم حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. حبايب اليوم شفت روحي ضايجة، قالوا لنا اليوم خلنا نطلع للمزرعة ناخذ غدانا ويانا، وبالطريق اشترينا لنا شانق وهناك نظفناه طبخنا تمن، ولقينا جوارين المزرعة عندهم تنور طين. قلت لهم أنا والله مشتهية أخبز بتنور الطين. قالوا جماعتنا عجني، أول مرة قالوا خذي وياي طحين وعجني وهناك خبزي، بس ما شاء الله شلون حلو الجو والزرع، وتحسين الجو مكشوف، الهواء ماله نقي مو رطب، يخبل. والنوبة هم لقينا جوارينا دخلونا بالمضيف، وقعدنا وتونسنا وصبوا لنا قهوة وشربنا شاي، والبنات ويانا الصغار قاموا هم ينظفون المضيف، لأن قلنا عيب أزمونا على شاي وقهوة. وهذا تنور الطين حبايب اليوم أذكركم بأيام قبل. وهاي حبيبتي بنوتي جاي تقلي السمك وانا اطبخ التمن، ومن بعد ما خبزت وجيت واريد اسولف لكم هاي السالفة. حبايب وحدة دخلت لي من الخاص تقول اقعد الصبح نفسيتي تعبانة، ما اعرف عندي يعني ضوجة تعبانة، جسمي وجعني شي. حبايب أول ما تقعدين الصبح تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هاي أول ما تقعدين الصبح. النوبة حبايب شنو؟ حبايب ترى والله العظيم ما أجيب شي من عندي، يعني قاريته ولامسته لمس إيد هو تحسين بيه راحة نفسية. قلت لكم أول ما تقعدون من الصبح تسمون بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجي. وانتم تباعون وياي شلون احنا بالمزرعة جايين نتجول بالبستان. والنوبة حبايب تسبحين تسبيحة الزهراء، لأن إذا قارين تسبيحة الزهراء للتعب، للهموم، للمشاكل، للأذية. يعني هي شلون نزلت على الزهراء؟ الزهراء قالت لأبوها أنا أريد خادمة، أنا تعبانة من البيت. قالها ليش ما تسبحين هاي التسبيحة؟ وفعلا بيها راحة نفسية. هاي وحدة. بعد شنو حبايب؟ أوصيكم تداومون على سورة القدر، يعني عجيبة شلون كنز. هو القرآن كله كنز، بس مو مثل سورة القدر. يعني سورة القدر إلها فضل كبير. سورة القدر الصادقة بكل خطوة، والله العظيم جربتها صدق تعينك، وخاصة إذا حالتك النفسية تعبانة، إذا مهمومة، إذا مريضة، إذا واحد مأذيك، إذا واحد مفتري عليك، يعني كلش نافعة. لأن أنا من سمعت الخطيب لحد الآن تقريبا صار لي أقل السنة أنا مداومة عليه، بس كلش شفت بيها فوائد عجيبة. فقلت ودخلت لي هاي البنية قالت أنا نفسيتي تعبانة وأقعد ما بي حيل، جسمي يوجعني، صدري ضيق، ما عندي معدة واحد يحاكيني. قلت خلنا أقول للمتابعين، لأن حلو واحد يتعلم ويعلم الناس اللي يحبهم، الناس اللي يعرفهم، الناس اللي يردون من عنده. حبايب واحد ما يصير أناني، لأن حبايب الله سبحانه عز وجل خلانا واحد يفيد واحد. فشنو اللي عندك تقولين لصاحبتك، تقولين لأختك، تقولين لصديقتك، تقولين لجارتك، حتى الناس تستفاد. فأنا هاي سورة القدر كلش جربتها وشفت بيها فوائد عجيبة. هاي وحدة. بعد الثانية شنو حبايب؟ بعد لو تقرين سورة القدر وتهدينها للإمام المهدي، يقلك سورة القدر بيها ملائكة مقربين بهاي السورة، يقلك ياخذون سورة القدر ويقولون للإمام المهدي، يقولوا له إجت لك هدية سورة القدر. قالهم منين؟ قالوا له من فلان ابن فلان. يقلك إذا نظر لك الإمام المهدي بعد لا تصدقين يصيبك هم أو غم. هسا أنا خلنا أقرب لك الفكرة. أنت إذا صاحبين لك صديق تحسينه مرتبة عالية، شخصية إلى مكانة، مو تقولين أنا كل ما أطيح بشدة أروح عن هذا الصديق
يحل مشكلتي. زين انت اذا يصير صديقك الامام المهدي مشكلتك تنحل وما تنحل. فمن هذا البكان الجميل الحلو ظلينا لليل حبايب. اجن البنات وراي درن بي انا رايحه للمزرعه، واجن البنات وياي وجابن العشاء، بس ما صورت لكم العشاء، بس صورت لكم بس هذا الديوان مال جوارين، الله يستر عليهم ويكفيهم الشر بحق محمد وآل محمد. نفسهم حلوه وقالوا تعالوا قعدوا يمنا شويه، شربوا قهوه شربوا شاي شويه، خلي يطيقكم براد. انا بالنسبه لي قعدت شويه وطلعت على الحديقه لان كلش اعشق الحديقه. فحبايب من هذا المكان أوصيكم تصير عندك صداقة ويا الإمام المهدي وصداقة ويا سورة القدر، لأن مفيدة عجيبة والله العظيم. تدرون شو يقول الخطيب؟ يقول بعد واحد لا يشكي هم غم مرض أذية، بس إلا يا سبحان الله مرض الموت